جماعة، هو ايه اللي بيحصل بالظبط في دبلجة المحقق كونان؟ طيب، فيديو جديد على قناة تيفو سيمباي. انا عارف ان انا بقالي كتير ما بنزلش فيديوهات ومكتفي بفيديوهات الشورتس واللي بنزلها على قناة التيك توك، برضو تقدروا تتابعوني هناك. لكن ما حسيتش قوي ان الفترة اللي فاتت في مواضيع تشد انتباهي او حاجات حصلت لدرجة ان انا عايز اطلع اتكلم عنها، الى ان خدت القرار ان انا عايز افتح تطبيق سبيس تونجو والقي نظرة على دبلجة المحقق كونان للجزء ال 25. وهنا خدت الصدمه الكبيره في وشي ان دبلجه المحقق كونان بتاعت دلوقتي ابدا ابدا مش زي دبلجه المحقق كونان بتاعت زمان. وهقول لكم السبب دلوقتي وهشارككم كل حاجه بالتفصيل. لكن قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش اللايك، لان ده فعلا هيساعدنا جدا في بناء القناه. وما تنساش تشترك في القناه لو ما كنتش مشترك. واهم حاجه لا تجعل مشاهده الانمي تلهيك عن واجبك الديني والدنيوي. دلوقتي يا جماعه، انا لما اتفرجت على الحلقه الاخيره اللي نزلت من حلقات المحقق كونان الجزء ال 25، حرفيا انا تقريبا ما عرفتش وما فهمتش اي حاجه بتحصل غير صوت الأستاذة أمال سعد الدين في شخصية كونان، صوت الأستاذة سمر كوكش في شخصية ران، صوت الأستاذ مروان فرحات في شخصية توجوموري. غيرهم هم التلاتة الأنمي أصبح مشوه تماما. مفيش أي حاجة أنت عارفها، لا صوت سينشي أنت فاهم هو إيه، ولا صوت الشخصيات الجانبية أنت فاهم هو إيه. أنا آخر مرة شفت فيها المحقق كورودا، مش عارف إيه اللي هو اللي على محقق الشرطة ده اللي على عينه باتش، كان بصوت الاستاذ مأمون الرفاعي. كان بصوت الاستاذ مأمون الرفاعي في الفيلم ال 22. تمام. دلوقتي لا، الاستاذ واصف الحلبي. طيب حلو، اما الاستاذ مأمون الرفاعي دلوقتي بقى معاه انه شخصيه؟ لا، ده الشخصيه التانية اللي معاها اي باتش وطالع لها سنه. حلو. ده غير طبعا شخصيات يعني احنا ما بنتكلمش ان دلوقتي 90% من الشخصيات الجانبيه او شخصيات الكومبارس بقت باداء الاستاذ مأمون الرفاعي. يعني زمان كان مثلا الاستاذ مأمون والاستاذ رأفت، ومثلا الله يرحمه الاستاذ زياد الرفاعي. بس زمان كان اللي هو ايه، في تنوع على الاقل في الاصوات الجانبيه والشخصيات. دلوقتي بقت كل الاصوات باداء الاستاذ مأمون الرفاعي. خلصنا على كده؟ لا، ما خلصناش. دلوقتي انت ما بقاش فيه ولا واحد. يعني شيراتوري اخر مره شفت فيها شيراتوري كانت في الفيلم ال 22. حلو حلو، كان باداء مين؟ الاستاذ يحيى الكفري. حلو حلو. من بعديها الاستاذ رأفت بازو. حلو حلو. وبعد كده لا، ده بقى اداء الاستاذ اسامه جنيد. طيب، فاكر سينشي كودو؟ لا، انت اكيد مش فاكره. عارف ليه؟ لان انت ما حضرتش ولا صوت ليه. ليه؟ الاستاذ مأمون الفرخ الله يرحمه، الاستاذ زياد الرفاعي الله يرحمه، استاذ فادي وفائي، استاذ كامل نجمه. فاكر الاستاذ طارق المسكي اللي كان في الفيلم ال 22 بالمناسبه؟ لا، مش في الفيلم ال 22. لا، ده في الفيلم ال 22 كان الاستاذ مأمون الفرخ الله يرحمه بقى. بس ما كانش لسه توفى وقت اداؤه في الفيلم 22. بعد كده الاستاذ طارق المسكي. لا، ده احنا بقى الاستاذ طالب الرفاعي. هو انت ما تعرفش انه بقى الاستاذ ايهم عباسي؟ لا والله ما اعرف. عارف ليه ما تعرفش؟ لانه رجع الاستاذ طالب الرفاعي تاني. فاكر كايتو كيد اللي احنا كلنا حابينه وتعلقنا بصوته باداء الاستاذ رأفت بازو؟ ده بقى الاستاذ عادل ابو حسون. فاكر طيب شخصيه هيجي اللي اتطبعت جدا ببصمه الاستاذ رأفت بازو؟ ده بقى الاستاذ فادي الحموي. طيب، فاكر انت العصابه؟ فاكر صوت اي حد فيها؟ ولا واحد فيهم لسه محافظ على صوته. يعني جين كان بقى الاستاذ زياد الرفاعي، استاذ منصور السلطي، وبعد كده الاستاذ مأمون الرفاعي. انا بصراحه شايف ان استاذ مأمون الرفاعي ممثل قدير جدا جدا جدا، لكن ما ياخدش الادوار اللي شبه شخصيه جين. ومش قصدي جين فليكس بتاع هانتر، لا، انا قصدي جين في العصابه بتاع كونان. ما ينفعش. هو اداؤه حيوي قوي قوي قوي. كنبره دي خامه الصوت. هو احسن واحد في تاريخ سبيس تون عمل جين. كاداء انا ما بقتش فاهم حرفيا. تهديد؟ هل تظنين أني من النوع الذي يهدد يا روزالين؟ يبدو مكانا رائعا ومناسبا تماما لقتل ذلك الوقح المتطاول. يعني انا ما عنديش مشكله انه يتم استبدال الممثل طالما الممثل الجديد اللي هيجي هيدي تجربه افضل وهيدي تجربه احسن، او مش هيحسسني جدا جدا بالفرق. مثلا زي ايه؟ واحد من افضل الاداءات اللي سمعتها في حياتي بالنسبه للدبلجه العربي، الفنانه اميره حذيفي في شخصيه كينوا في انمي هانتر اكس هانتر 2011.
لما تم استبدالها بالفنانه غادة عمر كنت سكeptical جدا قوي ومتحفظ جدا في الاول، لكن بعد كده حسيت ان الموضوع بجد لا ده اداء ممتاز 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 ممتاز، وتعودت عليه جدا جدا جدا. وعارفين الافيه فين؟ ان العملين اللي انا لسه جايب سيرتهم دلوقتي، هانتر اكس هانتر وكونان، من اشراف الاستاذ مأمون الرفاعي، ادانا تحفه فنيه، واحده مش من هي احسن الدبلجات العربيه في تاريخ سبيس تون، وهي هانتر اكس هانتر. وحاليا سامحوني في اللفظ اقدر اقول انه مسخ في هيئه انمي المحقق كونان حرفيا. يعني مش فاكر اسمها، كوباياشي، الست اللي هي المفروض حبيبه شيراتوري او مخطوبه شيراتوري. انا ما عنديش مشكله على فكره مع التحريفه دي، ما عنديش مشكله ان الحب والصحوبيه والبوي فريند والجيرل فريند يبقوا خاطبي وزوجي والحاجات دي كلها، انا ما عنديش مشكله خالص. لكن تعال اسمع بقى الصوت، حرفيا مفيش اي حاجه، يعني ورقه ويا ريت بيتم القراءه من الورقه دي باحساس. هيا يا شيراتوري، سنذهب الى هناك، انا اعرف انك جئت الى هنا كي تشرب معي الشاي، هيا شجعني في البطوله، انت ستذهب الى لعب الشطرنج. حرفيا مفيش صوت، مفيش احساس، مفيش مشاعر. حتى الاستاذه امال سعد الدين، يعني انا الفترات اللي فاتت كانت بتطلع جدا، يعني الفترات اللي فاتت من فترات القوه ليها في كونان. يعني هو انا كان بالنسبه لي في الاول، في العصر اللي هو بتاع الجزء الاول والجزء الثاني والجزء الثالث، ده كان بيك الاستاذه امال سعد الدين في كونان. بعد كده اداءات عاديه، يعني بالنسبه لي الاستاذه امال سعد الدين عمرها ما كانت وحشه في كونان، بس ما كانتش في ذروه الاداءات. الفتره اللي فاتت كانت بتطلع جدا جدا جدا. بعد كده لما ببص دلوقتي بقى، يعني انا بعد ما شفت الحلقه الاخيره من الجزء 25 جاي اشوف الحلقه الاخيره من الجزء ال11، برضه ستيل الموضوع فيه نفس التريب، انها هي ميكس ما بين احساس واداء وتقمص للشخصيه، لان هي ما اظنش انها اصبحت بتعمل مجهود في تمثيل شخصيه كونان، هي بتعتمد على ذكرياتها السابقه. اوكي تمام، انا اوريدي خلاص متشربه كونان، فتعالى دلوقتي، فاصبح قراءه السكريبت ليها محض قراءه سكريبت، لكن هي برضه ستيل من عندها بتضيف جو لكونان. فمش هقول انها تجربه وحشه، لكن اداء الاستاذه امال سعد الدين مش عاجبني. حتى اداء الاستاذه مهجة الشيخ على فكره في شخصيه جينتا، انا مش فاهم ليه. يعني حتى يعني مثلا اداء الاستاذه مهجة الشيخ في شخصيه جيون من انمي ابطال الرجبي كان نايم جدا. اخر كذا مره سمعت فيها ميدوريا او شهاب من باي باتل وميدوريا من بوكو نو هيرو، برضو كان الاداءات مش عارف مالها بالظبط. لكن جينتا كانت واحده من الشخصيات اللي بتتميز بيها جدا 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 الاستاذه مهجة الشيخ، وبرضو جينتا في تناقص جدا جدا في المستوى. فهو ايه اللي بيحصل بجد بجد؟ ايه اللي بيحصل؟ اصبح زي ما قلت لكم مش محافظ على مستواه بجد في العمل ده غير الاستاذ مروان فرحات والاستاذه سمر كوكش والاستاذه امال سعد الدين. التريو ده كونان ران وتوجو حرفيا فقط دي الحسنه الوحيده اللي في عمل المحقق كونان دلوقتي. لكن الحسنه الثانيه في كونان كونه موجود بالدبلجه العربي. يعني احنا ناس عشنا وتربينا قوي 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 ان كونان يعني دبلجه عربي. هل اصبح اسمي شوشو ولا اعلم؟ ما الذي تفعلونه هنا؟ هيا يا اولاد، لما كل هذا الخوف؟ سوف اوصلكم الى منازلكم. هو يعني حتى لما بنيجي نتفرج عليه بالياباني بنقول شفت توجو، يعني ما بنقولش عمرنا ما نطقنا موري كوجرو، هو دايما توجو، سوكو مش سونوكو، وهكذا. واللي مخليني مستغرب اكتر واكتر، وسامحوني ان انا برغي معاكم شويه في الموضوع ده، لكن احنا بقالنا كتير ما فتحناش كاميرا من القلب للقلب حتى من غير مونتاج حتى، او المونتاج ممكن يبقى مينيمم جدا. لكن اللي مخليني عايز اتكلم معاكم من القلب للقلب ان المفروض سبيس تون واحد من اقوى وافضل الانميات على المحقق كونان، واحد من افضل الانميات على سبيس تون، تمام. والمفروض هو الحصان الرابح بتاعهم، يعني هم لما يحبوا يراهنوا على حاجه دايما كونان. والدليل ان هم يعني ما شفتش في حياتي سبيس تون بتدبلج عدد حلقات بالمنظر ده. واصبح حتى الفتره اللي فاتت في تطبيق سبيس تون جو بقوا يرتبوا الحلقات جدا بالارقام الياباني عشان يسهل المشاهده ويسهل الوصول. واصبح النسخ المحسنه متوفره، واصبح عندك الجزء الاول والثاني والثالث والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحداشر وال25 بالتزامن مع اليابان. اصبحنا لاول مره في تاريخ الدبلجه العربي بجانبا عن بليتش
اصبحنا تاني مرة في تاريخ الدبلجة العربي بنشوف عمل بيعرض اسبوعي بالتزامن مع اليابان، بيعرض بالدبلجة العربي. الحلقة بتنزل هنا بالياباني، بتنزل على طول بالدبلجة العربي معاها. فالمفروض ان انت عندك دلوقتي انمي بيدر ارباح وافلام بتعرض في السينما، وعندك من اول الفيلم الاول لحد ال11، وبعد كده من اول ال19 لحد اخر فيلم بيعرض في السينما حرفيا الفترة دي. فاللي هو ايه اللي ناقصكم عشان تهتموا بالمحقق كونان؟ فلما برجع اشوف تدهور المحقق كونان من كذا جوانب، بشوف تدهور في المستويات التمثيلية شوية، بشوف تدهور في مستوى الإعداد. أصبح حتى الإعداد اللغوي مش بتلك القوة والفخامة والجمالية. وبشوف تدهور في مستوى العمل في مستوى الروح، في مستوى الإحساس، في مستوى جودة الموضوع، ومستوى اختيارات الأصوات. وبشوف تدهور في مستوى ثبات المؤدي الصوتي على الشخصية الواحدة. بقت حرفيا الشخصية الواحدة بياخدها 3 4 5 مدبلجين عادي في مسافة شهور، في بضعة شهور. بتلاقي في الشهر الواحد في مسافة 5 حلقات ممكن الأستاذ مأمون الرفاعي يعمل شخصية الرئيس قسم الشرطة أبو ده، في الحلقة اللي بعديها الأستاذ واصف الحلبي، في الحلقة اللي بعديها يرجع تاني الأستاذ مأمون الرفاعي، في الحلقة اللي بعديها أستاذ أسامة جنيد، في الحلقة اللي بعديها شيراتوري الأستاذ أسامة جنيد، في الحلقة اللي بعديها الأستاذ رأفت بازو، في الحلقة اللي بعديها أكاي شويتشي بيعملوا الأستاذ رأفت بازو، في الحلقة اللي بعديها أكاي شويتشي بيعملوا الأستاذ مأمون الرفاعي، والأستاذ مأمون الرفاعي مسيطر على كل الشخصيات الكومبارس لما بشوف كل الجوانب دي مع عمل حتى ولو كان بقوة المحقق كونان، كل الأسباب دي بتتمحور في بوتقة واحدة فقط، وهو اسم واحد فقط: الأستاذ مأمون الرفاعي، الأسطوري مأمون الرفاعي، اللي اداني واحدة من أفضل الدبلجات اللي سمعتها في حياتي، وهي دبلجة هانتر إكس هانتر. من إعداد لإشراف لتمثيل، بعيدا عن الأستاذة أمل حويجة، وبعيدا عن إيرومي وفيتن. فالأستاذة أمل حويجة كانت مبدعة جدا، بس أنا قصدي في مشاهد الصراخ يعني. أنا مش عارف الأستاذ مأمون الرفاعي بيتعامل ليه بهذا الإهمال مع كونان. هو رجل أسطوري ليس له مثيل، وحتى إشرافه على كونان في فترة من الفترات كان حلو جدا جدا جدا، بس أنا مش قادر أدي سبب لكل دول غير المشرف الفني. يعني ما هو مين اللي المفروض يشرف على تمثيل الممثل ده؟ كوباياشي ولا مش عارف حبيبة شيراتوري دي، مش فاكر الكوباياشي هي حبيبته ولا لأ، المدرسة بتاعتهم مش فاكر هي دي ولا لأ، بس الست اللي بيحبها شيراتوري دي. يعني أنا مش شايف أي مبرر للتمثيل اللي هي طلعت بيه ده غير المشرف الفني، غير المشرف الفني اللي بيشرف على التمثيل. مش لاقي أي مبرر لركاكة الإعداد غير المشرف الفني اللي برضو بيبقى عنده علم وبيمر بعينه على كل مراحل خط الإنتاج، زي ما اتكلمنا مع الأستاذ طالب الرفاعي في الانترفيو اللي تقدروا تشوفوه عندي على القناة برضو. قال لي إن المشرف الفني مفروض بيبقى على علم بكل تفاصيل خط الإنتاج. يعني ركاكة اللغة مسؤولية المشرف الفني، اختيارات الأصوات مسؤولية المشرف الفني، تبديل الأصوات والاهتمام بيهم مسؤولية المشرف الفني، إحساس وطريقة التمثيل برضو مسؤولية المشرف الفني، الأخطاء النحوية والأخطاء اللغوية وأخطاء النطق والأحيانا صوت اللعاب وجودة الصوت واللي مسؤولية المشرف الفني. ومين المشرف الفني بتاع المحقق كونان؟ هو الأستاذ مأمون الرفاعي. فأتمنى أن سبيستون تصحى والأستاذ مأمون الرفاعي يهتم بكونان، لأن إما كنتوش هتهتموا بيه دلوقتي وانتوا بتعرضوه بالتزامن مع اليابان، وانتوا بتعرضوا الحلقات بالتزامن مع اليابان والأفلام في السينما والجزء ال11 واللي هتهتموا بيه إمتى؟ إما كانش هيلحق كونان، أو ما كانش هنلحق كونان دلوقتي، هنلحقه إمتى؟ وصلت لمرحلة أنا عمري في حياتي زي ما قلت لكم تاني أنا متربي، يعني خلاص متبرمج، مخي متبرمج كونان يعني الدبلجة العربي، بس ستيل برضو ما كنتش شفت الحلقات اللي بالياباني واللي فالفترة اللي فاتت عايز أخوض تجربة كاملة من أول الحلقة الأولى لحد الحلقة 1100 وحاجة بالياباني، طبعا كانسل الفلارات. فعايز أخوض التجربة كاملة لأول مرة. أنا عمري ما اتفرجت على كونان كامل، أجزاء قليلة حتى وحلقات متفرقة من سبيستون وأفلام متفرقة، بس ما شفتش كل حاجة. وصلت لمرحلة إن أنا هاخد القرار إن أنا هتفرج على العمل ده بالياباني للمرة الأولى. طب والعربي وذكرياتك وروحك وعشقك والمعاني المترسخة في دماغك والذكريات المترسخة في دماغك بالدبلجة العربي،
العمل دلوقتي بقى ركيك جدا 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 جدا، عكس اعمال يعني دراجون بول كاي ممتاز على سبيس تون، ناروتو عظيم على سبيس تون، هانتر توب، بوكو نو هيرو توب، ميجالو بوكس توب، كوروكونا باسكت توب. عندك اعمال كتير قوي اتعملت بالدبلجه العربي خرافيه، بس كونان من فوق، من اعلى وافضل واحسن انمي على سبيس تون من الحس المستوى الدبلاجي، يقل 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 لحد ما بقى دلوقتي واحد من أسوأ الدبلجات اللي سمعتها في حياتي حاليا في المرحلة الحالية. فاحنا عندنا الأستاذ مأمون الرفاعي أشرف على أفضل دبلجة في تاريخ سبيس تون وهو هانتر إكس هانتر، وبيشرف على أسوأ دبلجة في تاريخ سبيس تون وهي المحقق كونان في العصر الحالي. بس ودي كانت كل حاجة عندي أقولها لكم في الفيديو بتاع النهاردة. ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنتات وقولوا لي وجهة نظركم ايه في المحقق كونان والمرحلة اللي بيوصل لها كونان دلوقتي. ما تنسوش تطلعوا على قناة الجيمنج وتطلعوا على قناة الكورال، هسيب لكم اللينكات تحت في الديسكربشن. وما تنسوش زي ما قلت لكم اهم حاجة 4 حاجات مهمين جدا: اللايك، السبسكرايب، الاشتراك في القناة وزر الاعجاب. اعملوا ال4 حاجات دول واشوفكم في الفيديو الجاي. وما تنسوش اهم من اي حاجة لا تجعل مشاهدة انمي تلهيك عن واجبك الديني والدنيوي. دي كانت كل حاجة عندي في الفيديو بتاع النهاردة واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.